يا مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده عن حاجه مهمه جدا انا بلاحظها. آه، هتكلم عن موضوع السلوكيات جوه المجال، ما بين الناس اللي هي بتشتغل في المجال، مش الناس اللي هي بتستخدم المجال اللي هم الممبرز. لكن هتكلم عن السلوك ما بين الناس او التقدير، بلاش كلمة السلوك، خلينا نقول التقدير ما بين الناس. احنا عندنا مشكلة. المشكلة دي في شخصيتنا احنا. ان الشخص اللي هو بيبقى وصل لمرحلة معينة كويسة، وهو حس ان هو انتج او انجز او نجح، ان هو وصل ليفل معين من الشكل، او دخل البطولة، او عمل بروجكت، فتح جيم، او هو انفلونسر، او فللاسف بيبقى شايف نفسه ان هو احسن من غيره، او ان هو على خبرة اكتر من غيره. يعني انا وصلت لمرحلة خلاص، اي حد تاني بالنسبة لي لا، انا اللي فاهم، انا مش شايف حد غير نفسي. انا مش بقول الناس كلها بتعمل كده، لكن من التعليقات اللي بتحصل على اي بوست الناس بتحطه مفيش احترام، في هجوم، في استخدام نقد جامد جدا، في استخدام بعض الناس بتهاجم بألفاظ. يعني انا مش عارف إيه اللي حضرتك عملته او ايه اللي انا عملته مثلا محدش عمله. مفيش يعني قليل منا اللي يتعدوا على الصوابع اللي احنا نقول ان هم غيروا في مجال الكمال اجسام او مجال الفتنس في مصر بشكل عام. ان كان مدربين، ان كان لعيبه، ان كان ناس اونرز بتوع جيمات معدودين كلنا عارفينهم، انا يمكن اعرفهم شخصيا معظمهم يعني. غير كده اي حد بينجز شيء، او ان هو بيشتهر شوية، او بيعمل فورم كويسة، او بيعمل نتائج، مفيش مشكلة، كل ده جميل جدا يحترم. بس انت بتعمله لنفسك، بس ما تنتقدش غيرك، او ما تستقلش بخبرة غيرك. ما تستقلش بخبرة غيرك، ما انت ما تعرفش غيرك ده كان ايه، او عمل ايه، او هو مسيرته كانت ماشية ازاي، او الظروف كان شكلها ايه انها لم تتيح له الفرص ان هو يبقى زيك، او ممكن هيبقى احسن منك. يعني لو جينا مثلا ضربنا مثال، لو فاكرين تكريم روني كولمان من ارنولد في ارنولد كلاسيك، لما يطلع واحد زي روني كولمان، اللي هو بالنسبة لنا كلنا عمل حاجة محدش عملها، ويجي يقول لك أنا واقف جنب أسطورة، جنب أرنولد، أنا واقف جنب عملاق، أنا واقف جنب واحد بالنسبة لنا هو المثل الأعلى، واقف جنب واحد إحنا معرفناش نعمل اللي هو عمله. أنت متخيل لما روني يقول كده؟ أنت متخيل لما روني يقول لك أنا واقف جنب واحد عمل حاجة إحنا ما عملناش؟ يا راجل، ده أنت واخد 8 أولمبيا بظهر بايظ، وعامل 13 عملية، وشلت أوزان محدش شالها، وكنت عامل فورمة محدش عارف يجي ناحيتها، 8 سنين ولا 9 سنين ولا 10 سنين، وفي الاخر بتتكلم عن ارنولد اللي هو يعني شايفين الاحترام. وفي نفس البطولة برضو لو تفتكروا، لما طلع جاي كاتلر نده على روني وقال له لولاك انت ما كنتش انا هبقى جاي كاتلر، اللي هو المفروض جاي كاتلر يعني 4 سنين اولمبيا، وخسر وكسب اولمبيا، اول واحد يخسر ويكسب اولمبيا ما حصلتش في التاريخ، ويتواضع ويشكر في حد تاني ويقول له انت السبب ان انا كنت هنا. انتوا شايفين، انتوا واخدين بالكم من التحضر شكله ايه؟ احنا بنيجي عندنا هنا بنبص نلاقي واحد يعني مع احترامي مبجل في نفسه، وانا بطل ابطال عالم، وانا مش عارف عملت ايه، و و و وينتقد افعال غيره، ولو حد اتكلم عليه اصلا يعني انتقده، تلاقي الناس بترد على اللي انتقده بتهزيء وشتيمة وخناق، وانت ازاي تتكلم؟ ايوه يا باشا، انا من حق ان انا انتقد. هو انا المفروض ان انا يعجبني كل حاجه حضرتك بتعملها؟ لا، مش المفروض ان انا يعجبني كل حاجه انت بتعملها. اه، ممكن تكون بتعمل حاجات غلط، ممكن تكون بتعمل حاجات شو في الفيديوهات بتاعتك عشان تجيب
تجيب لايكات ولا تجيب شير ولا ومش المفروض ان انا ابقى بعمل فيديو عشان كل اللي حواليا يقعد يطبل لي والله عليك ويا عظمة وانت بطل العالم. لا يا باشا، انا مش بطل العالم. بطل العالم لما تقف على مسرح اولمبيا تنافس في وزن تقيل مع العمالقه بتوع اللعبه، اقول لك اه يا باشا انت وقفت على مسرح اولمبيا، خدت تاني خدت تالت، اه انت راجل بالنسبه لي اسطوره واحترمك وفوق راسي وكل الكلام ده. زي كده بيج رامي يا باشا على راسي من فوق، راجل محترف خد 2 اولمبيا ورا بعضيهم. راجل تعب جدا لحد ما وصل يا باشا على الرأس. عشان كده هو لما اتعامل معاهم بره وعاش معاهم بره هتلاقوه متواضع وراجل محترم. وانا شخصي قابلته شخصيا واتكلمت معاه، راجل في منتهى الاحترام. ف... فاحنا ليه مش بنحترم خبرة بعض؟ يعني انت ليه بتقلل من خبرة غيرك؟ انت عملت ايه عشان تقلل من خبرة غيرك؟ وعملت ايه علشان ترسم حوالين نفسك هالة كبيرة ان انا حاجة ما حصلتش، وان انا العلم اللي عندي مش عند حد، وان انا اللي بقوله هو اللي. وانا داخل النهارده بعمل فيديو وداخل شايل اوزان بطريقه مش عارف ايه. يا باشا انت بتلعب غلط، انت حضرتك بتلعب غلط، انت بتعلم الناس تتمرن غلط. الناس اللي هتروح تقلدك هتتصاب وهتبقى انت السبب. بدل ما انت بتتكلم في حاجة صح، في تكنيك مثلا ولا في تجهيز ولا في تنشيف ولا وات ايفر ايا كان انت بتتكلم في ايه، لا انت راح بتتكلم في عتالة وبتتكلم في طريقة تمرين مش عارف انا برفرف جانبي بايه بكام والناس بتعمل ايه. يا عم في ايه الكلام ده؟ فللأسف احنا محتاجين قبل ما نبني جسم، قبل ما نبني كتل عضلية، قبل ما نبني شو، قبل ما نعمل شو، يا باشا ابني الثقافة الداخلية بتاعتك. اتعلم يعني ايه تبقى راجل رول موديل لغيرك. اتعلم ان انت طالما بقيت في مكانة معينة ربنا كرمك فيها، وقفت على ستيج، اتمرنت، عملت جسم، الناس عرفتك، فخلي بالك ان الناس هتمشي وراك. فمشي الناس وراك في الطريق الصح. بلاش موضوع ان انا لازم اعمل حاجة عشان اعمل بوم، افرقع على السوشيال ميديا. فرقع على السوشيال ميديا مفيش مشكلة، بس شوف الناس بره بتعمل ايه، اتعلم منهم الصح وحاول تعمله. بلاش تبقى مختلف غلط، خليك مختلف صح. فزي كده اما بيجوا بشوف الفيديوهات بتاعت محمود الضر، كمية الناس اللي بتشتم وكمية الناس اللي بتدعي عليه ليه مش فاهم. يعني انت مضايقك في ايه اللي هو بيعمله؟ ما اسمع العلم اللي هو بيقوله، اتعلم منه. مش عايز تسمعه ما تسمعوش. انت مش هتعلمه يعيش ازاي، انت مش هتعلمه يلتزم دينيا ولا شكليا ازاي. هي دي مش بتاعتك. انت مش راجل انت مش راجل يعني معاك العصايه السحريه اللي هتعدل بيها سلوك الناس. بص لنفسك الاول قبل ما تنتقد غيرك. شوف انت وصلت لايه، شوف انت حققت ايه، شوف اللي انت حققته فعلا يستاهل كل اللي انت بتعمله ده، ولا انت محتاج تشتغل على نفسك اكتر. فيمكن توبيك شوية يعني حساس شوية، بس انا بلاحظه كتير قوي. بقى بشوفه لما بروح جيمات، بشوفه في التعامل ما بين الناس على السوشيال ميديا. فاحنا في الحتة دي احنا محتاجين نشتغل على نفسنا كتير قوي قبل ما نحكم على غيرنا. الناس دي ايه، ولا احنا نقارن نفسنا بيهم، ولا انا فين وهم فين.